يسعد مساكم صبايا، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وروتين جديد مثل ما انكم شايفين. وكالعادة قبل ما نبلش بالفيديو ما ننسى الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وطبعا بالنسبة للصلاة على النبي أنا ضمن الفيديو رح أحكي عن شغلة صارت معي من أحد الأشخاص، بعتولي كومنت وأنا كتير تأثرت فيه. وطبعا كل واحد حسب نيته. طبعا يعني وقت اللي بنلفظ أذكار أو بالصلاة على النبي فطبعا حسب النية. وكمان الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. بتشكركم من جوات قلبي، كل شي مشترك جديد أهلا وسهلا فيكم، نورتوني بقناتي. بتشكركم من جوات قلبي على دعمكم، على تفاعلكم على القناة. وطبعا اليوم الفيديو رح نعمل جولة بمدينة الباب، طبعا بأسواق مدينة الباب، جولة جديدة، محلات جديدة. رح نكمل مع بعض زينة رمضان، ورح نسوي أكلة أكلة المحشي طبعا، لأنه كتير عم بسرس بتفريزات رمضان، لازم أعمل الكبة السمبوسك، فلذلك اخضع على لساني إنه قيمة رب العالمين بده يسهل بقى وأسويها النهار. إنه أشتغل يوم ذاتا بده يوم كامل يعني، إن كان سمبوسك وإن كان الكبة. وطبعا مثل ما شفتوا بديت بالصلاة على النبي طبعا تسميع الأذان الصبح، اللهم صل على النبي. وطبعا وشربنا القهوة ونزلت على السوق لحتى أخلص من هالكم غرض اللي لازم أجيبهم. والله ومع ذلك لسه ما خلصت، بتلاقي يعني يوم عن يوم عم ينزل شي جديد الصراحة يعني. وأنا كمان شغلة تانية، والله كتير تسرعت، أنا يمكن من 10 أيام جايبة كم غرض لزينة رمضان، فهلأ كل ما له عم ينزل شي جديد. من جد حسيت حالي كتير تسرعت، الله لا يجعلنا من النادمين يا رب. بس يعني صبايا إنه واحد يتأنى شوي، مو ضروري هيك يستعجل. طبعا مثل ما شفتوا أنا ما جبت هذا الشرايط للبرادي، ولا جبت إنه شرايط لمجموعة الشاشة، فهون رحت كفيتهم جبتهم. طبعا كملوا معي الفيديو للأخير لحتى تشوفوني إيش اشتريت. وهون ما شاء الله من جد أجواء رمضان. والله يا بنات بتحسي الشوارع بتضحك أقسم بالله. على فكرة صبايا أنا هي أول مرة، صار عمري 40 سنة، هي أول مرة بعيش هيك أجواء باستقبال الشهر المبارك، الشهر الكريم. هي أول مرة. على فكرة نحن من 10 سنين ما كان عنا هالاحتفالات هاي، إن كان بالشوارع إن كان بالزينة إن كان لا نحن ما كان عنا هيك. وبتركيا ما في، كمان بتركيا ما في ابدا يعني، نحن خصوصي المناطق اللي كنا نحن ساكنين فيها ما في ابدا، بتدوري دوارة عزينة رمضان وما بتلاقي. انا كانت منطقتي اللي باسطنبول الايكيتلي، بصراحة ما كنت الاقي. فهون اللهم صل على النبي من جد كتير الحمد لله رب العالمين. بتحسي كمان العالم هلا، شوفوا بنات مسافة التحرير مثلا، من التحرير شهر ونص لقدام بتحسي العالم لسه مو صحيانة، بتحسيهم صاروا تقولي عايشين بمنام، تقولي سكرانين. صدقوني والله العظيم يعني بتحسيهم في صدمة عندهم، عرفتوا؟ فهلأ على قبال شهر الكريم، قبال شهر رمضان مقبل علينا شهر هالكريم وهالمبارك، بتحسي العالم بقى رجعت تشتغل ورجعت تقلب وتتني وتبني، عرفتوا؟ يعني بتحسي الشوارع مليانة، بتحسي الشوارع صار فيها حياة من أول وجديد. من جد عدى علينا شهر ونص الشوارع فاضية، المحلات بتحسيهم ما عم يستجروا ينزلوا بضاعة جديدة، ما عم بيعرفوا إيش بدهم يصير. فهلأ ما شاء الله.
وطبعا مشوارنا يعني لازم نعدي على الجبلي. وطبعا انا اليوم اخذت لكم كم لقطة من المحل، ما شاء الله على هيك محل، اللهم صل على النبي. كل ما بروح لعنده بلاقي منزل شي جديد. طبعا هدول الفوانيس كتير كتير حلوين، انا جبت فوانيس كتير فما خرج ارجع اجيب. هاي كتير كتير حلوة، بتشتغل بالاضاءة، كتير حبيتها. ما شاء الله عنده شي يعني من جد شي كتير كتير حلو. وعلى فكرة قلت لكم كل ما بتروحي لعنده بتلاقي منزل شي جديد. كتير حبيت اخد لقطة. المبخرة من جد يعني بس سعرها لقيتها والله كتير غالي. يعني عندكم المبهرة اللي على عفوا المبخرة اللي على الكهرباء حقها 350 ليرة، واللي على بدون الكهرباء حقها 250. الصراحة استغليتها، ما يعني ما جبتها. وحبيت كتير اخد لكم هيك لقطة بسيطة. ومن ضمن جولتي كتير من البنات سألوني على ماكينات الكبة، سألوني على القلاية الهوائية، سألوني عن نشافة الغسيل، مو التوماتيك، النشافة اللي ما لها علاقة بالغسالة، غسيل لحال نشافة لحال. فهون قلت لها تكرمي والله رح ارجع نزل على السوق وارجع اسألكن عن الاسعار من اول وجديد. وانه في شغلات ما سألت عليها انا على فكرة، بس المحل من جد كتير عجبني، اللهم صل على النبي، فيه شغلات كتير كتير حلوة. واللفت نظري البرادات هون. من جد انا يعني انا كتير بزعل انه انا جبت البراد عندي كتير كتير صغير، مقاسه كتير صغير. هون لقيت مقاسات 24 قدم، ما شاء الله، في مصري، في تركي، في سوري. هذا المحل يعني وقياس البراد اللهم صل على النبي، على هيك قياسات برادات بجنن من جد. كتير البرادات كتير لفتوا نظري. الفريزة، في عندك فريزات كمان كتير كتير حلوات وقياسات متعددة. يعني أنا عم بعطي لمحة للي بسأل إنه مثلا منلاقي في ما، يعني إنه أنا عم بصور لكم إنه حتى تعرفوا ما شاء الله البلد مو ناقصة شيء أبدا أبدا، ناقصة بس إنه صبر. بس نصبر شوي أه لحتى توقف على إجريها ويرجع. يعني كل إنسان رغبان إنه يرجع لبلده ويشتغل ببلده، أه وترجع حركة الشغل شوية تتحرك. عرفتوا شلون؟ وما شاء الله هون الماكينات الكبة من جد وأسعار والله ما في جنس الغلا. هلا شوفوا عنكم هاي أول وحدة البيضة 2000 واط حقها $85. الثانية 3000 واط حقها $95. من جد شو ما طلبتي بتلاقي. اللهم صل على النبي، جد المحل كتير كتير عجبني، كتير فيه شغلات حلوة. سألت على القلاية الهوائية، الصراحة ما عجبتني أنا هون القلاية الهوائية أبدا. يعني ما حسيت، قلت له ما فيها ماركة، ما بتحسي عوتشة ما فيها جنس الماركة. قلت له يعني أنا هاي القلاية ما زبطت معي. حقها $35 وعرفيها من سعرها إنه مو تقيلة. عرفتوا؟ هلأ في عندكم قلايات الهوائية النظاميات يعني. وشوفوا لي على هيك يعني الغاز يعني جد الغازات كتير حلوة. $150 يا بنات. والله نصيحة لا تجيبوا شي معكم، خطيتكم برقبتي. على القليلة هون بتعرفوا بتشتروا شي جديد، الأسعار كتير متغيرة عند اللي جيت أنا ومن بعد التحرير مباشرة. وهلأ الأسعار كتير كيسرة. هلأ طلعوا هذا هلأ قال له شو قد هذا الغاز؟ يقول لي 150. قال له 150 إيش؟ يقول لي $150. قال له عم تمزح؟ يقول لي عم قل لك والله $150. قال لي شو انت مانك من المنطقة؟ قلت له لا، بس انه راجعة جديد، بس مالي خبر هالاسعار يعني من جد ما في غلا. هلا شوفي هيك غاز $150 والله ما يشي. يعني الصراحة انتوا بتأيدوني بالرأي الا لا بتقولوا انه غالي. انا بالنسبة لإلي لقيته ولا شي، لانه كتير بضاعة حلوة. وبالنسبة لهي الماركة والله ما بعرف عنها شيء. هلا فرجيتكم انا البرادات المصرية. هلا اول الفيديو كان هذا البراد مصري، هذا البراد براد سوري. $300 هذا البراد بنات، و24 قدم. من جد يعني كتير كتير حلو. وما شاء الله المقاس قياسه كتير حلو ما شاء الله. والكبر شفتوا يعني واحد بقول لهم والله بده يشتري ويشتري، يعني ما يشتري صغير مثل أنا يعني. كتير وإن شاء الله إن شاء الله قريبا رح أبيعه ورح أجيب واحد هيك كبير. من جد يعني أنا برادي صدقيني. يعني هلا شفتوا هي رجعت أخذت لكم لقطة للماكينات هاي عم بسأله هون. قال لي هاي أول وحدة حقها 85، تاني وحدة حقها 95. وحدة 2000 واط والتانية 3000 واط. يعني صورت
عمية محلي. الصراحة أنا القلايات أبدا أبدا ما حبيتهم أبدا، يعني حسيت لا في ماركة ولا في شيء، ومن سعرهم مبين إنه من مش ولا بد، عرفتوا؟ وهيك طبعا هون تشكرت صاحب المحل وأخذت يعني أخذت آخر لقطة طبعا وطلعت. هون صار المساء. ومريومة والله يا بنات بتبكي، فرط قلبها بدها محشي، ومحشي أخضر، يعني إنه باذنجان ما بتاكله، بدها محشي كوسة أو قرع. فهون قلت لها خلص والله بالليل أنا كتير بحب أجهز قبل بنهار، إن كان نقع العظم أو حتى نقع الباذنجان. القرعويات بشهوا. هلا في كتير من الصبايا لا يا بنات، في كتير من الصبايا قالوا لي انه ما بيستوي تمام. فانا عن تجربه طبعا هلا رح اغلي له المي غلي واكتها. من جد النتيجه بتطلع روعه. في كتير من البنات قالوا لي ما بيستوي هداك، وقت اللي بنحط له الملح بنحط الملح هيك وبنخده وبننشره. من جد هداك بده سلق نظامي قبل ما نطبخه، وبجنن يعني بالطبخ، عرفتوا؟ بس انا هذا مو سلقته، بيطلع شي غرام. ونفس الشي يا صبايا بالنسبة للكوسة، شايفين بس ما شاء الله شقد ناعم. تخيلوا هيك قد بده ياكل معي حشي، من جد يعني تخيلوا شقد ياكل معي حشي. وعلى فكرة نحن سبحان الله ما بعرف ليش الميبس بنعده. ما بعرف مين مثلي يا بنات بعد بس الميبس. شفتوا مثلا بالنسبة للتازة انه بنجيب الشنتاي خلص بنعملها كلها، بس سبحان الله ليش الميبس بنعده ما بعرف. ايه والله، بس طلعوا لي على اللون. هلا طبعا مثل ما قلت لكم رح نغلي المي وبنكتها. شوفوا شلون بيطلع، بجنن. ويا بنات انا ما بنقع الكوسه مع الباذنجان، لا كل الناس بنقعوا لحال، لانه هذا بتحمل مي سخنه اكثر من الباذنجان. الباذنجان ما بتحمل ابدا لانه كانت بالفريزر ادوب، فلذلك بنقع كل الناس لحال. وطلعت طبعا الحمص. انا دوم من عادتي سبحان الله، شوفي اكلتي صارت فجأة، والحمد لله رب العالمين لقيت بالفريزر حمص مسلوق وجاهز. فانا كتير بحبه، ان شاء الله كمان رح اسلق وطبقهم هيك مشان انه رمضان. شفتوا فتة او هيك شغلات بتلاقيه جاهز، تلاقيه ما احلاه. وفرمت التبلة بالليل. وهون طبعا من بعد ما نقعته بمية الغالية حطيته على السخانة هيك شغلت، يعني شلون بدي 10 دقايق سلقته، وكبيت عنه المي ورجعت عبيت عنه مي نظيفة مشان ما يضل له طعمة الشمس أو طعمة الميبس، تعطيكي طعمة كتير كتير طيبة. وشايفين شلون والله مفتح مثل النجوم ما شاء الله كان. وهون طبعا تاني نهار الصبح من عند الفقت أدوبة، لأنه أكيد على التنتين فأكيد لازم أفيق بكير مشان أحشي. واللهم صل على النبي، يعني الكمية كتير منيحة. أنا هون نقعت 1.5 كيلو رز، سخنت له المي، غليته كمان مع رشة ملح وحركته. ما بخليه ينقع كتير الصراحة مشان المحشي، ما بقى يعني شغلة 10 دقايق. وهون لسه ما كنت شربانة القهوة، فقلت بعمل فنجان قهوة بشربه لبين ما ينقع الرز. بنات بدي أحكي معاكم بشغلة بالنسبة لأول الفيديو. وقت اللي أنا بفتح أول الفيديو اللهم صل على سيدنا محمد، أنا بقول اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب ومشافي العلل ومفرج الكروب، تمام. فأنا نيتي، يعني أنا ما في شي بنيتي، أنا نيتي سبحان الله الصلاة على النبي، تمام. فبتفاجأ بكومنت بتقلي هذا الحكي مردود عليكي. أنا بتمنى اللي بيعرف أي شيء عن هذا الموضوع إنه أنا مثلا هن قالوا لي إنه هاد شرك بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، تمام. أنا كتير انقهرت والله العظيم، كتير انقهرت من هذا الموضوع وقت إنه قالوا لي هيك. فأنا وقت اللي عم بصلي على النبي مشان أخد أذكار وناخد حسنات كلياتنا سوا وقت اللي نفتح الفيديو، تمام. كتير حبيت أنوه عن هاي الشغلة. إذا أنا معدى علي وإن شاء الله ما بقى أرجع أقول مثلا هل هالصلاة على النبي هي بالذات ما عاد أرجع أقولها نفس الطريقة. بصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبتمنى اللي بيعرف شيء عن هذا الموضوع يجاوبني بالكومنتات. وطبعا مثل ما شفتوا هون حشيت المحشي إن كان برز وإن كان ببرغل،
وطبقته وشفتوا ما شاء الله المنظر ما أحلاه. إن كان البقبقة غير شكل، وهون المرقة يا عين والطعمة ولا أطيب من هيك. والله جد أنا من عشاقين أكل الشتاء، كتير كتير بحب هالأكلات الشتوية، وهيك خصوصي وقت اللي بتغطيها هيك بالدهن والسخنة غير شكل. والله من جد طلع ولا أطيب من هيك. وطبعا هلأ خلونا نشوف الجبنة بالنسبة لتكميلة زينة رمضان إن الله راد. حابة أفرجيكم إياها طبعا. وهلأ خلاص بقى ضل علينا بس نهار الحوصة نضيفة قبل رمضان بيومين ونزين ونفرجيكم يعني بنفرجيكم النتيجة النهائية. طبعا هون أنا أخذت فوانيس ورقية مشان السقف. هلأ مو معقول أجيب سقف يعني عفوا اليوم كتير هيك عم خربط شوي بالحكي فاعذروني. مو معقول اجيب فانوس تقيل للسقف، فقلت بجيبهم هدول كرتون بيعطونا هيك روحانية. سبحان الله ما بعرف هالزينة السنة انا ايش عملت فيني هيك مشاعري، في شي جواتي عم يتحرك من جد والله العظيم. وهذا المدفع ما بتعرفوا وقت شفته شو ذكرني، ولا 30 سنة لورا، وقت اللي كنا نحن نروح على جبل الشيخ عقيل لحتى بس نشوف قبل الأذان شلون بده يضرب المدفع، ووقت اللي بدهم يثبتوا العيد شلون هيك وقت السما تبرق ويضرب المدفع. من جد يعني يا بنات ما بعرف أنا إحساسي إيش هالإحساس هذا جواتي بالفرحة بهالشي اللي عم بيصير بالبلد. الله يكملها معنا بالخير يا رب من جد، لأنه كتير كتير قضينا 14 سنة مو قليلة أبدا أبدا، راحت أحلى أيام عمرنا إن كان بالغربة وإن كان بالحرب وإن كان، والحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وشفتوا جبت هاي تبعية التمر، اللهم صل على سيدنا محمد. وجبت هاي كمان هيك بتحسيها هيك كتير حلوة مثل الفانوس، كتير كتير حبيتها. ايه والله. وبالنسبة يا بنات للهلالات والله ما لقيت انه على نفس القياس، بس انه غير موديلات. واذا لقيت هلالات عم لاقيهم كتير كبار، عرفتوا؟ فانا هدول بدي اياهم مجموعة الشاشة وللمطبخ. وشفت هذا الفانوس كتير كتير حبيته، بيعطي ألوان أحمر وأزرق وأبيض كتير كتير حلو، فما حسنت إني ما أجيبه. وطبعا هدو مشان البرادي، الحيط على البرادي هلالات كمان، إنه بتلاقي هلال نجمة فانوس. بس سبحان الله لقيت كتير السنة هدو قالوا لي إنه أحدث شي نازلات، فحبيت أيضا. بس الصراحة يعني هيك توغوشت فيهم ما بعرف، يعني حبيت الهلال هيك الهلال الشفاف الأبيض أحلى. إلا هذا أحلى، شو بتنصحوني أبدله إلا لا؟ وجبت هدول الشريط هذا المعدن مشان هذا أرضية المجموعة الدف، مو شفتوا شلون؟ جبت لها كمان واحد، وجبت واحد لتحت الخزن. وهاي كتير كتير حبيتها، هاي جبتها من عند الجبلي، الصراحة ما لقيت منها غير عند الجبلي. كتير حبيتها وهلأ عم شعلكن إياها من جد كتير كتير حلوة. هاي جبتها للمطبخ. ولهون بكون انتهى في الفيديو. بتمنى المشاهدة الكاملة، وبتمنى مين ضل معي لبين ما خلص الفيديو يكتب لي بالكومنتات. بحبكم كتير، بتمنى دعمكم وتعطوني رأيكم بكل شي جبته. بشوفكم في فيديو جديد بإذن